الصوت كان واضح جدا وباب خشب تقيل اتقفل بعنف، وبعدها رجع المكان هادي كأن مفيش حاجة حصلت. الأوضة كانت فاضية تماما، بس في نص الأرض كان في كوباية شاي. الغريب ساعتها إن أنا لما حطيت صباعي في الشاي كان الشاي لسه دافي كأن حد لسه عامله. رفعت النور سنة سنة لحد ما ظهر جسم راجل مرمي على ظهره، قميصه كل دم وفي صدره طعنة واحدة كانت واضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد أيوب بتاع قصص، ودي قصة جديدة. ولو أول مرة تشوفني فأنا بقدم قصص واقعية وقصص رعب، فعاوزك تصلي على النبي قبل ما نبدأ القصة، ولو عليك فرض صلاة قوم صليه، ويلا بينا نخش في أحداث القصة. في ناس بتقول ان اللي هحكيه دلوقتي تأليف، وفي ناس هتقول ان احنا كنا بندور على الترند، بس والله العظيم لو كنت اعرف اللي هيحصل الليلة دي ما كنتش دخلت المكان ده خطوة واحدة. انا اسمي كريم وبعمل محتوى رعب واستكشاف اماكن مهجورة على اليوتيوب. بقالي اكتر من 10 سنين بصور في بيوت مهجورة ومستشفيات قديمة ومدارس مقفولة، وكل مرة كنت بقول للناس ان اللي بيتقال على الاماكن دي مجرد اشاعات. لحد الليلة دي كانت الساعة حوالي 7:30 لما قابلت صحابي واتفقنا قبلها بليلة ان احنا هنصور في فندق مهجور على اطراف القريه. الفندق ده كان مقفول ليه اكتر من 20 سنه بعد حريق كبير مات فيه ناس كتير، ومن يومها محدش رضي يشتريه ولا حتى حد يقرب منه. وانا بركب الكاميرا على الحامل مروان ضحك لي وقال لي يا عم انا حاسس ان الفيديو ده هيكسر الدنيا. احمد رد عليه وهو بيبص للفندق من بعيد اهو يكسرنا احنا. ضحكنا كلنا ساعتها وما كناش عارفين ان الجمله دي هتبقى اقرب حاجه للحقيقه. ركبنا العربيه والطريق كان فاضي، وكل ما نقرب من الفندق النور يقل وصوت الكلاب كان بيزيد. بعد حوالي نص ساعه وقفنا قدام المبنى. كان مبنى ضخم متكون من 6 ادوار، والشبابيك بتاعته كلها مكسوره، والواجهه كانت كلها سودة من اثار الحريق. رحنا عند البوابه ولقينا البوابه الحديد كانت مفتوحه سنه بسيطه كأن حد دخل قبلنا بدقايق. بصيت لاحمد وقتها وقلت له هو انت متاكد ان المكان ده مهجور؟ هز كتفه وقال لي المفروض، بس الباب ده مقلقني. شغلت الكاميرا وقتها وقلت للمشاهدين احنا دلوقتي قدام الفندق اللي الناس كلها في القريه بترفض حتى تعدي من جنبه. النهارده هنشوف الحقيقه بنفسنا. دخلنا واول خطوه جوه كانت كفايه ان تخلي المكان ده مختلف. ريحه دخان الحريق لسه موجوده رغم ان المكان ده محروق من 20 سنه. الارض كانت كلها تراب، لكن الغريب كان في اثار رجلين وواضح انها جديده. وقفت مكاني ونزلت بالكاميرا ناحيه الارض وقلت بصوت واطي يا جماعه احنا مش اول ناس دخلنا هنا. سكتنا كلنا وفجاه سمعنا صوت باب بيتقفل في الدور اللي فوق، رغم اننا كنا متاكدين ان مفيش حد دخل بعدنا. سيبتنا مكاننا ولا واحد فينا ساعتها اتكلم. الصوت كان واضح جدا وباب خشب تقيل اتقفل بعنف، وبعدها رجع المكان هادي كأن مفيش حاجه حصلت. مروان بص لي وقال لي بصوت واطي ما تقلقوش ده اكيد الهوا. بصيت وقلت له يا مروان اللي انت بتقوله ده هو الهوا هيقفل الباب بالشكل ده؟ احمد رفع الكشاف لفوق لكن السقف كان عالي والضلمه مغطيه كل حاجه، وساعتها قررنا نطلع الدور الثاني. طلعنا خطوه بخطوه على السلم، وصلنا الدور الثاني وقتها وكل الاوض كانت مفتوحه وكان فيها اساس محروق ومكسور، وعلى الحيطه لقينا يافطه قديمه مكتوب عليها رجاء الحفاظ على الهدوء، النزلاء نائمون. ابتسم ساعتها مروان وقال لي واضح ان هم نايمين من زمان. حاول يعني ساعتها يخفف التوتر، لكن وقتها محدش ضحك. وانا بصور الكاميرا لقطت حاجه خلتني اقف مكاني. باب اوضه في اخر الممر كان بيتحرك ببطء، مش بيتفتح ولا بيتقفل، لا ده بيتحرك كأن حد ماسكه بيشده ويديه. قربنا بحذر وكل ما نقرب ساعتها كانت حركه الباب تقف سنه بسنه، ولما نقف مكاننا يرجع يتحرك تاني. وصلنا عنده ساعتها فتحت الباب بسرعه. الاوضه كانت فاضيه تماما، بس في نص الارض كان في كوبايه شاي. الغريب ساعتها ان انا لما حطيت صباعي في الشاي كان الشاي لسه دافي كأن حد لسه عامله. سحبت صباعي بسرعه وقلت لهم يا جماعه الشاي ده لسه معمول. احمد اتوتر ساعتها وقال لي يعني ايه؟ يعني في حد هنا؟ انا معرفش، بس لو في حد هو ليه مستخبي؟ في اللحظه دي واحنا بنتكلم سمعنا صوت حاجه معدنيه وقعت في اخر الطرقه. لفينا كلنا في نفس الثانيه لكن ما كانش في اي حد. قررنا ننزل ونمشي، واول ما وصلنا عند السلم لقينا الباب الرئيسي اللي دخلنا منه مقفول بالسلسله. بصينا لبعض في صدمه وقلنا احنا متاكدين ان الباب ده كان مفتوح، محدش خرج ولا دخل قدامنا ساعتها. طب مين اللي قفل الباب ده؟ وفجأة سمعنا صوت خطوات بطيئة جاية من الدور اللي فوق، خطوة وبعدين خطوة وبعدين خطوة تالتة كأن حد نازل علينا، وكل خطوة ساعتها كانت أوضح من اللي قبلها. احنا التلاتة وقتها وقفنا مكاننا ومحدش فينا قادر يتحرك. بصيت لأحمد ولقيته ماسك الكشاف بإيده، بس إيده كانت بتترعش. ومروان وقتها لأول مرة أشوفه ساكت بالشكل ده. الخطوات وقفت لحظة وسادت لحظة هدوء مرعبة، وفجأة سمعنا صوت نفس طويل كأن حد واقف فوقنا مباشرة. رفعت الكاميرا ناحية
طلعت السلم وانا بقول بصوت واطي هو في حد هنا؟ طلعنا درجه واثنين وثلاثه ولكن مفيش اي حد. وصلنا وقتها لنص السلم وفجاه لمحت طرف جاكيت اسود اختفى بسرعه ناحيه الممر في الدور الثاني. صرخت وقلت لاصحابي هو انت شفته؟ احمد قال لي بسرعه ايوه انا شفته، في حد جري. جرينا وراه وقتها وصلنا لاخر الممر لكن الممر كان فاضي وكل الاوض وقتها كانت مقفوله والممر وقتها ما كانش فيه اي مكان يستخبى فيه انسان. وقتها لاحظ مروان حاجه وقال لي استنوا كده وشاور بايده على الارض. وساعتها كان في نقطه دم مش كتير لكن كانت واضحه والاغرب انها كانت دافيه ولسه لونها احمر. نزلت اصورها بالكاميرا وانا حاسس ان قلبي هيقف وقلت الدم ده جديد، يعني اللي هنا اللي بينزل دم ده لسه موجود. احمد قال لي وهو بيبص حواليه نمشي يا كريم احنا ملناش دعوه بكل ده. لكن وقتها فضولي غلبني وبدانا نمشي ورا اثار الدم كل شويه نقطه ورا نقطه ورا نقطه. والريحه اللي خرجت منها كانت ريحه غريبه جدا، مش ريحه حريق ولا ريحه تراب، كانت ريحه حديد ممزوج بريحه دم. بصيت وقتها في وشوشهم وقلت لو حد فيكم مش عايز يدخل يستناني بره. ولا واحد ساعتها رد من الصدمه ولكن فضولي خلاني ادفع الباب بايدي. الباب وقتها طلع صوت سرير عالي وكانه ما فتحش من سنين. سلطت الكشاف على الارض وفي الاول ما شفتش حاجه. خطوه كمان ولقيت كرسي مقلوب قدامي. خطوه تانية ولقيت شنطه سفر مفتوحه وهدوم مرميه وموبايل مكسور وكوبايه قهوه لسه فيها جزء صغير. قلت وقتها واضح ان كان في حد قبلنا من ساعات. وانا بكمل كلام الكشاف وقع مني فنزلت اشوفه لقيته واقع على رجل انسان. ثبت مكاني وقتها وقلبي بدأ يدق بسرعة. رفعت النور سنة سنة لحد ما ظهر جسم راجل مرمي على ظهره، قميصه كل دم وفي صدره طعنة واحدة كانت واضحة. مروان رجع لورا وهو بيقول يا نهار ابيض ده مقتول ده مقتول. احمد وقتها طلع موبايله بسرعة وقال انا هكلم الشرطة. مروان رد بسرعة وقال ولو بلغنا الشرطة هنقول لهم ايه؟ اننا دخلنا فندق مهجور من 20 سنة نصور فيديو؟ لا يا حبيبي احنا مش هنقول كده، اول ناس هيتهموهم هو احنا. انا فضلت ساكت بصراحة، كلام الاتنين كان منطقي. لو مشينا يبقى سيبنا راجل مقتول ومحدش هيعرف عنه حاجه، ولو بلغنا ممكن نقعد شهور في النيابه لحد ما يثبتوا ان احنا ملناش دعوه. وقتها افتكرت الكاميرا وبصيت للشاشه، كل حاجه من ساعه ما دخلنا الفندق كانت متصوره بالدقيقه والساعه. قلت خلاص كده احنا عندنا دليل. احمد وقتها بص لي باستغراب. قلت له بص هو الكاميرا كانت بتصور اول ما دخلنا الفندق والجثه كانت موجوده قبل ما نوصل لها. مروان قال لي حتى ولو لازم ما نقربش من الجثه يا كريم. رجعنا خطوه لورا وقتها ومحدش فينا لمس اي حاجه. وفجأة وانا بلف الكاميرا على الأوضة لاحظت ان باب الحمام الصغير اللي جوه الأوضة كان مفتوح سنة بسيطة، ما كنتش واخد بالي منه أول مرة. قربت بحذر وقتها وفتحت الباب. الحمام كان فاضي لكن على الأرض كان في أثر حذاء مبلول. الآثار كانت واضحة جدا، حد خرج من الحمام ودخل جوه الأوضة. الغريب ان آثار الحذاء كانت ماشية في اتجاه الممر وبعدين اختفت، ما كملتش ولا حتى رجعت، كأن الشخص اختفى أو خرج من باب جانبي احنا ما نعرفوش. قلت القاتل غالبا هرب من هنا. أحمد وقتها قال لي بص يا كريم وشاور ناحية الشباك الخلفي للفندق كان مفتوح، ولما قربنا منه لقينا سلم حديد قديم واصل لحد الأرض. بصينا لتحت وكان في آثار كاوتش عربية حديثة على التراب. الآثار كانت واضحة جدا لأي حد يقول إن لما يشوف العربية دي يقول إنها لسه ماشية دلوقتي، يعني العربية دي خرجت من وقت قريب جدا. ساعتها مروان قال يبقى القاتل مش بعيد. في اللحظة دي سمعنا صوت عربية جاية من بعيد، كلنا اتجمدنا مكاننا ووقفنا نبص في الشباك. لكن بعد ثواني بانت لمبات عربية شرطة داخلة على الطريق المؤدي للفندق. بصيت لاحمد وقتها وقلت له واضح ان حد غيرنا بلغ. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا كده ممكن نلبس جريمه قتل من غير ما نعرف. العربيه وقتها وقفت قدام الفندق ونزل منها ضابط ومعاه 2 امناء شرطه، كل واحد فيهم كان ماسك السلاح بتاعه والكشاف. واول ما شافونا خارجين من الممر رفع ايده وقال لي مكانكم محدش يتحرك. وقفنا كلنا وانا رافع ايدي والكاميرا كل ده كانت لسه شغاله. قلت له بهدوء يا فندم والله احنا ما عملناش حاجه، احنا اللي لقينا الجثه. الضابط بص على الكاميرا وقال حطها على الارض ولو معاكم اي حاجه نزلوها على الارض وتعالى كده واحكي لي من الاول. نفذت اللي قاله واخدوا بطايقنا وقتها وفتشونا تفتيش عادي. وبعدها دخل الضابط بنفس الاوضه، فضل ساعتها جوه حوالي من دقيقه لدقيقتين، ولما خرج كان وشه متغير. قال ساعتها الواحد من امناء الشرطه اقفل المكان كله واستدعي الادله الجنائيه. بدأوا ساعتها يصوروا الجثة ويحددوا مكان كل حاجة من غير ما حد يقرب. بعد حوالي نص ساعة وصل فريق الأدلة الجنائية وأول سؤال اتوجه لنا كان مين فيكم لمس الجثة؟ رديت فورا عليه وقتها ولا واحد يا فندم. قال لي متأكد؟ قلت له أيوه متأكد، هو احنا كل اللي عملناه إن احنا صورنا المكان والدليل أهو. وفعلا وقتها طلب يشوف الكاميرا وقعد يتفرج على التسجيل من أول ما دخلنا الفندق لحد ما خرجنا منه. كان بيوقف الفيديو كل شوية ويراجع الدقايق والوقت، وبعد حوالي 10 دقايق قفل الشاشة
وقتها وبص للظابط وقال واضح يا فندم انهم صادقين. حسيت وقتها لاول مره ان احنا بدانا نتنفس، لكن وقتها التحقيق كان لسه ما خلصش. الظابط وقتها سالنا هو انتوا ايه اللي خلاكوا تيجوا الفندق اصلا؟ شرحت له ان احنا بنصور استكشاف اماكن مهجوره. هز راسه وقال لي الغريب ان انتوا مش اول ناس تيجوا هنا. استغربت وقلت له يعني ايه يا فندم، يعني ايه مش اول ناس نيجي هنا؟ رد وقال لي ان من اسبوعين حارس الاراضي الزراعيه بلغنا ان هو بيشوف نور بيتفتح جوه الفندق، لكن وقتها لما جينا نفتش ما لقيناش اي حاجه. الكلام ده وقتها شد انتباهنا كلنا وقلنا يبقى المكان ده كان بيتزار فعلا وبيحصل فيه حاجه. وساعتها جه خبير الادله الجنائيه ومعاه كيس شفاف كان وقتها جواه مفتاح عربيه، وقال للظابط ده يا فندم لقيناه تحت السرير. الظابط مسكه وهو لابس الجوانتي وبص وقتها للرقم المكتوب عليه، وفجاه قال انا اعرف المفتاح ده. بصينا له ساعتها وقتها باستغراب، قال ده مفتاح عربيه بتاع شركه مقاولات كانت شغاله في المنطقه. سكت لحظه وقتها وبعدين كمل قال وكمان صاحب الشركه هو نفسه صاحب الفندق. كلنا بصينا وقتها لبعض واول مره نحس ان القضيه اكبر من جريمه قتل، وان الفندق المهجور لسه مخبي اسرار محدش يعرفها. بعد حوالي ساعة من المعاينة بدأ رجال المباحث يفتشوا الفندق بالكامل، وأثناء التفتيش لقوا باب حديد صغير جوه الدولاب. الباب وقتها كان مقفول بقفل جديد، وده كان أول دليل إن حد لسه بيستخدم المكان. كسروا القفل ونزلوا سلم ضيق بيؤدي البدروم داخل الفندق، وأول ما فتحوا النور لقوا المكان متجهز بالكامل، ترابيزات وكراتين وأزايز مية لسه جديدة. واضح إن حد كان بيقعد هنا بشكل مستمر. لكن أهم حاجة لقوها كانت كاميرا مراقبة صغيرة متثبتة في ركن البدروم. الكارت بتاع الذاكرة كان لسه جواها، واخدوه وقتها على المعمل، وبعد ساعات ظهر التسجيل. الفيديو بيبين المجني عليه داخل الفندق الساعة 6:47 مساء. بعده بحوالي 10 دقايق دخل عليه راجل تاني، وشهم كان واضح جدا. الاتنين كانوا بيتخانقوا بس الصوت ما كانش واضح، لكن من الحركة بتاعتهم كان باين انهم في خلاف قديم. وبعد اقل من دقيقة الراجل التاني طلع مطوة وحصلت مشاجرة ما بينهم. المجني عليه وقتها حاول يدافع عن نفسه، لكن وقتها وقع على الارض. القاتل وقف كام ثانيه يبص عليه وبعدين فتش جيوبه، وبعد ما نفذ جريمته اخد موبايله ومحفظته وخرج من الشباك الخلفي. وقبل ما يمشي بص ناحيه الكاميرا، واضح انه ما كانش عارف ان الكاميرا دي اصلا شغاله. الشرطه وقتها بدات تراجع هويه الراجل، وبعد اقل من 24 ساعه اتعرف. كان وقتها شريك المجني عليه في شركة مقاولات، ومن خلال سجلات البنك اكتشفوا انه بينهم خلاف على ملايين الجنيهات. المجني عليه كان ناوي يبلغ عن شريكه في قضية تزوير كبيرة، ولما ساعتها شريكه عرف استدرجه للفندق المهجور، لانه عارف وقتها ان محدش بيروح هناك ولا بيقرب اصلا من المكان ده. كان فاكر ان الجريمة هتختفي للابد، لكن اللي ما كانش في حسابه ان 3 شباب دخلوا بالصدفة يصوروا فيديو اليوتيوب عشان يكتشفوا الجريمة اللي هو اصلا كان فاكر ان محدش هيكشفها. بعد اسبوع من البحث الجنائي استدعونا للنيابه وسلمنا وقتها نسخه من الفيديو اللي صورناه، وكلامنا كله كان مطابق للفيديو اللي موجود في كاميرا المراقبه. اتقفل المحضر بالنسبه لينا واتاكد رسميا اننا مجرد شهود، وبعد شهر تقريبا صدر الحكم على القاتل بالسجن المؤبد. واما الفندق وقتها فاتقفل بالشمع الاحمر ومنعوا اي حد يدخله. اما انا فنزلت الفيديو على القناه، لكن مش كل اللي صورناه نزل، انا بس صورت اللحظات المرعبه، وفي مشاهد طلبت النيابه انها تتشال عشان هي كانت جزء من التحقيق. ومن يومها بطلت ادخل اي مكان مهجور من غير تصريح، لان الليله دي علمتني درس عمري ما هنساه، ان اخطر حاجه ممكن تقابلها في مكان مهجور مش الاشباح، اكتر حاجه ان انت تدخل في الوقت الغلط وتشوف جريمه ما كانش المفروض تشوفها. تمت القضيه على كده.